يا صباح الفل. من غير ما اسالكم انتوا عاملين ايه، انا عارف قوي الاحساس اللي انتوا فيه اليومين دول، لان انا عشته بكل تفاصيله بالظبط زيكم. يمكن اكون اقل من ناس كتير فيكم، لان انا ما كنتش اعتبر من الناس اللي هي الشاطره قوي او الدحيحه. فعشت تفاصيل كتير قوي انتوا عايشينها اليومين دول. الموضوع باختصار، انا عارف والله ومقدر قوي الاحساس اللي انتوا فيه ده، لان انا حسيته بالظبط زيكم كده. فكرة ان انت تبقى خايف وحاسس ان انت ضايع ومتوتر وقلقان، في ناس الموضوع قلب معاها بنوم كتير جدا، في ناس ما بتنامش من كتر القلق، في ناس يعني عمالة تعيط كده كل يوم. خصوصا ان انت من اول الشهر وانت حاطط تارجت لنفسك كده، ان انت تقعد تحل امتحانات كلها بتاعت السنين اللي فاتت. ومع حل الامتحانات ده ان انت تقعد تراجع على الحاجات اللي هي كانت واقفة معاك، او الحاجات ضعيفة اللي انت نفسك يعني عارف اللي انت ضعيف فيها. طبعا معظم الامتحانات ممكن تكون حلتها، بس فكرة ان انت ما حلتش الامتحانات كلها، او ان انت مش حاسس ان انت ماسك المادة، الموضوع ده مسبب لك ازمة كبيرة جدا، ومحسسك ان انت قد ايه ان انت بتضيع، وان الموضوع خلاص فلت من ايديك، وزي ما تيجي تيجي، واتخنقت وقلقان وخايف ان مجهودك طول السنة يضيع. حتى لو كنت بدأت متأخر برضو، فانت هتلاقيك برضو حاسس نفس الاحساس ده. خليني اقول لك والله العظيم، ما هقول لك كده عشان اطمنك، بس انا هقول لك الحقيقة، وكمان عن تجربة شخصية، لان كنت زيك بالظبط. الفكرة كلها ان انت عمرك في حياتك ما هتحل الامتحانات كلها، الا نادر جدا، في عدد قليل قوي هو اللي تلاقيه حل امتحانات السنين اللي فاتت كلها. دي الناس اللي كانت بدأ من اول السنة وبدأوا حل امتحانات تقريبا ممكن من شهر 4، الناس اللي هي كانت مقفورة شوية وبادئين من اول السنة دول. طبعا دول عددهم قليل. اما الغالبية العظمى، الناس اللي هي بدأت من اول 5 حل امتحانات، او ممكن من 10 5، طبعا ما حلتش الامتحان كلها. في ناس الافريج بتوعها حلوا مثلا حوالي 10 امتحانات او 15 امتحان، ده المتوسط كده في كل مادة. فكرة ان انت تخلص الامتحانات كلها، انا ما كانش ينفع اقول لك من اول الشهر ان انت عمرك ما هتخلص الامتحانات كلها، ما كانش ينفع اقول لك كده، عشان كنت هتمسك قوي في الكلمة دي وهتهبط ومش هتحل الامتحانات. بس والله العظيم فعلا نادر قوي الناس اللي بتخلص الامتحانات كلها. فمش معنى ان انت ما خلصتش الامتحانات كلها ان انت تيجي تقول انا كده ضايع وكده الدنيا باظت مني وخلاص. مجهودي راح عشان انا ما حلتش الامتحانات كلها، وممكن يجي سؤال من الامتحانات اللي انا ما حلتهاش في الحاجات دي. سيبك من الكلام ده خالص. انت كنت بتحل الامتحانات مجرد ان انت عمال تدرب عقلك، المعلومات اللي انت ذاكرتها وخزنتها في دماغك ازاي بتطلعها. سيبك بقى من الكلام ده كله، انت اللي انت فيه ده طبيعي. فكرة الخوف والقلق، وان انت حاسس ان انت ضايع، وان انت حاسس ان انت مش لامم المادة، كل ده اقسم بالله العظيم لازم يحصل لك، ده طبيعي جدا اليومين دول. والموضوع ده هيفضل معاك اليومين دول كده، وهيفضل ماسك فيك شوية لحد اول يوم امتحان. مجرد ما تدخل اول يوم امتحان، الاحساس ده هيختفي على طول. هو دايما كده الكام يوم اللي قبل الامتحان دول بيبقوا تقال نفسيا شويه، الموضوع فعلا ضغط نفسي رهيب. انا حاسس بيك جدا والله العظيم، ان انا كنت بعاني من الموضوع ده، وما كانش في حد قال لي الكلام ده ساعتها. بس لما قعدت ده درست الموضوع ودرست سيكولوجي، وقعدت كده راقبت الناس كلها بعديها كذا دفعه، ده الطبيعي اللي لازم يحصل لك اليومين دول. كام يوم اللي قبل الامتحان هتلاقي نفسك قاعد متوتر، والحاله اللي انت فيها اللي انت عارفها اللي انا مش محتاج اوصفها لك. بس هيفضل كده معاك اول ما تخش اول امتحان، وافتكرني كويس والله العظيم ده اللي هيحصل لك. هتلاقي نفسك يعني بقيت حد تاني خالص، واول ما تبدأ اول امتحان فجأة كده بدون اي مقدمات، هتلاقي خلاص اخر مادة جت وخلاص انت خلصت. معلش اليومين الجايين دول استحملهم بالطول بالعرض، هتلاقي نفسك مش قاعد تذاكر، معلش قوم صلي لك ركعتين، اطلب من ربنا قوي ان هو يساعدك. حاول اليومين دول فعلا يعني تشحن نفسك بطاقة ان ربنا معاك، وان يعني هيساعدك بأي حاجة انت بتطلبها منه. قرب قوي من ربنا الفترة دي، خصوصا خلاص ان رمضان كمان كام يوم اهو. فاستغل الفرصة دي جدا في ايام الامتحانات. هتلاقي دايما حد كده حاسس ان هو معاك بيطبطب عليك كده ومسهل عليك الدنيا. فصلي كتير قوي الفترة الجاية. ويعني عايز اقول لك ان الفترة الجاية دي رغم ان هي صعبة، بس كده كده هتعدي خلاص. هي كلها انت بتتكلم في حوالي 30 يوم او شهر مثلا، وهتلاقي نفسك خلصت الثانوية كلها. وانا عارف ان انت اليومين دول عمال تقول يا الامتحانات اللي انا كنت مستنيها من مش عارف كام شهر، خلاص كلها كام يوم وابقى قاعد في اللجنة. ودي الثانوية اللي انا كنت عامل عليها فيلم وقاعد مستني، هو خلاص كده فعلا اللجنة هتبقى كمان كام يوم، وانت قاعد مش مستوعب ان انت خلاص ان انت داخل المادة كمان كام يوم، بعد ما كنت بتقول ده ناقص شهر وناقص شهرين وناقص لسه السنة قدامي طويلة. فما تقلقش والله، كل اللي انت فيه ده طبيعي. قوم بس وشد حيلك كده، قوم صلي لك ركعتين، وربنا معاك يا رب، وتحقق كل اللي نفسك فيه. ورب يا رب يا رب فعلا الامتحانات تيجي سهلة. وان شاء الله هي هتيجي سهلة، وكلكم هتحلوها، هتيجي سهلة على اللي مذاكر وعلى اللي مذاكر نص نص يعني.
وان شاء الله هتحلوها كلكم، وربنا يا رب يوفقكم وكل واحد يوصل للي هو عايزه، لان لحظة النتيجة فعلا تستاهل. معلش انا عارف ان انت تعبت طول السنة، وحتى لو كنت بدأت متأخر فانت تعبت الفترة اللي فاتت، وما كانش فيه نوم، وكان فيه تعب وضغط نفسي وقرف وسهر وحاجات كتير. فمعلش انت تعبت، فاستحمل بقى، خلاص ناقص لك كام يوم، هما ال30 يوم ولا ال29 يوم وتخلص خالص من الثانوية دي. فمعلش بقى استحملهم بالطول بالعرض عشان ربنا يكرمك وتعديها، وتبقى خلصت منها خلاص، ويعني تغور السنة في داهية خالص عشان توصل للي انت عايزه. ربنا معاك يا رب الفترة الجاية، وما توترش نفسك على الفاضي، وما تضغطش نفسك وما تضغطش على أعصابك. كفاية اللي انت حاسه، ما تقعدش بقى تشغل ده كتير، وان انت تقعد تحبط في نفسك اكتر. عدي بقى اليومين دول على خير لحد ما توصل لأول لجنة أو أول يوم في الامتحان، وهتلاقي كل ده راح. وربنا يا رب معاك. وبعد الفيديو ده على طول ان شاء الله النهارده او بكره بالكتير هكون منزل لك الفيديو بتاع تراجع ازاي ايام الامتحانات، وفيديو تاني بعده هقول لك ازاي تحل بقى وانت قاعد جوه اللجنه، تحل ازاي بدون ما تنقص، وتتعامل ازاي مع جو اللجنه اللي حواليك وكل الكلام ده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وسبسكرايب، ويعني بعته كده لاي حد من صحابك، يمكن الكلمتين اللي قلتهم دول يفرقوا معاه قوي. وربنا معاك يا رب. سلام عليكم.